طيب مراجعة بسيطة كده، هو الgate valve ده بيتكوّن من إيه؟ زي ما إحنا قُلنا قبل كده، الgate valve بيتكوّن من الactuator نفسه أو الhand wheel اللي هي اللي فوق، ودي اللي باستخدمها عشان أقدر إن أنا ألِف العمود ده نفسه، وبالتالي الديسك نفسه اللي هنا اللي هو البوابة دي تبدأ إنها تطلع لفوق أو تنزل لتحت، وعندي الbacking وعندي الstem اللي هو العمود نفسه، وعندي الديسك نفسه، وعندي الbody والbonnet والseat. طب خلّينا كده باختصار نراجع الموضوع ده تاني. أول حاجة عندي هي الstem هو عبارة عن العمود الطويل ده، تقدر تقول عبارة عن العمود اللي متصل بالwheel نفسها، العجلة اللي فوق دي، تمام؟ لمّا بابدأ إن أنا ألِف الhand wheel ساعتها دي هتخلّي الstem يلِف، وده هيخلّي الديسك نفسه البوابة تبدأ إنها إيه، تطلع وتنزل، وده اللي بدوره بيفتح أو بيقفل الvalve. طيب بالنسبة بقى للبونت هاوسنج، اللي هي البونت اللي هو الجزء اللي فوق ده، خلّيها كده نشوفه مثلًا اللي هو إيه، اللي هو الجزء ده كده. طيب الجزء اللي تحت ده الbody. إيه الفرق ما بينهم؟ الbody ده بيكون جواه الديسك نفسه وجزء من الstem بيكون متصل بالمواسير بتاعتي، فلانشات أو ملحوم فيها أو ألاوظ. طيب يبقى أنا دلوقتي عندي الbody نفسه، وكذلك برضه بيكون عندي البونت نفسها. إيه هي البونت؟ الجزء العلوي اللي فوق البلف اللي متصل على الbody نفسه. طب هو البونت ديّة جواها إيه؟ جواها حاجة اسمها الstuffing box. الجزء ده كده على بعضه اسمه الstuffing box. طيب إيه فايدة الstuffing box؟ الstuffing box ده بيحتوي جواه على الbacking نفسه اللي هو الجزء ده، زي ما إحنا شايفين في جزء كده لونه أسود. طيب الجزء اللي هو لونه أسود ده، دي الbacking اللي هو الحشوة نفسها اللي بتعمل seal، اللي ما بتخلّيليش أي liquid يطلع هنا ويبدأ إن هو يتسرب كده. ده بفضل الbacking اللي أنا حاططها هنا. يبقى الstuffing box ده هو بيحتوي جواه على backing، والbacking دي جواها أو فوق منها حاجة اسمها الbacking gland اللي هي لونها أسود دي. لمّا أنا بابقى محتاج إن أنا أقرّب أكتر على الbacking بيكون عن طريق الbacking gland دي، بيكون فيها مثلًا زي مسمار كده أو صامولة بابدأ إن أنا أربّط عليهم، وده بدوره بيخلّي الجلاند نفسها تقرّط وتنزل أكتر وتضغط أكتر على الbacking، فيبدأ إن هو يعمل seal أكتر على الstem. ولكن لو عملت الموضوع أكتر من اللازم زي ما إحنا قُلنا قبل كده، ده ممكن يعمل damage للbacking، وممكن بعد كده أصلًا يتهري خلاص ما بقاش يستحمل، وساعتها في الحالة دي هيحصل leak من المنطقة دي. يبقى أنا دلوقتي عرفت الstem دوره إيه، الbonnet house جواها إيه، الbacking ده دوره إيه، الstuffing box ده دوره إيه. زي ما إحنا قُلنا الstuffing box هو الجزء اللي بيبقى موجود في الbonnet اللي هو الجزء ده كده، اللي بيحتوي على الbacking والbacking gland وهكذا. طبعًا عرفنا الbacking gland ديّة بتعمل إيه، وعرفنا الhand wheel دي بتعمل إيه. لمّا بابدأ إن أنا ألفّفها سواء مع عارب الساعة أو ضد عارب الساعة، هتبدأ إنها تعمل لي إيه، هتبدأ إنها تلفّف لي العمود، وبالتالي الديسك ده هيبدأ إن هو يطلع لفوق أو ينزل لغاية تحت. طيب خلّينا كده نشوف الفيديو ده. الفيديو ده برضه بيبدأ إن هو يتكلم عن الgate valve والمكونات بتاعته. زي ما إحنا شايفين كده، ده gate valve عادي جدًا. طيب نقف بقى هنا في حلقتين هنا كده. إيه الحلقتين دول؟ الحلقتين دول هم برضه عبارة عن حاجة اسمها internal seal. السيل ده بيعمل لي إيه؟ هو الجيت لمّا بتنزل على الديسك ده، هل أنا ضامن إن في فتحات هنا مش ممكن الفلويد يعدّي منها؟ يعني على سبيل المثال لو أنا دلوقتي عندي القلم ده كده، وعندي دلوقتي الفلويد بيمشي كده، لو الأجزاء دي مش موجودة وأنا حاطط هنا الديسك بتاعي، ففي الحالة ديّة إيه اللي هيحصل؟ الفلويد هيعدّي كده ويطلع كده. طب إيه اللي بيمنع إن ما فيش أي fluid من هنا يروح هنا، أو fluid من هنا يروح هنا عن طريق الخلوص اللي ما بينهم ده؟ ده عن طريق الrings أو السيل اللي هو الداخلي اللي جوّه الجسم بتاع البلف نفسه. طب إحنا دلوقتي عرفنا الrings ديّة أو السيل ده دوره إيه. خلّينا كده نكمّل الفيديو. لو جينا كمّلنا الفيديو دلوقتي هنلاحظ إن أنا عندي هنا ديسك نزل أهو، بدأ إن هو إيه، ينزل على السيت، ويبدأ إن هو إيه، خلاص ما فيش أي مشكلة. طبعًا زي ما إحنا شايفين الجزء ده
هو الstuffing box بالجزء اللي إحنا قُلنا عليه اللي هو الباكن. طبعًا دي المكونات بتاعة البلد. زي ما إحنا شايفين التربيط بتاعه وهكذا. أهو هنا بيبدأ يجيب لك زي animation كده إن أنا عندي هنا fluid، لمّا هارفع البوابة لفوق الfluid هيبدأ إن هو يعدّي، ولمّا هانزّل البلف تاني خلاص البلف هيبدأ إن هو ينزل. طيب نسأل سؤال، هو ليه الfluids اللي هنا دي ما طلعتش فوق؟ ده نتيجة الstuffing box والbacking اللي أنا حاطّه هنا. طيب سؤال تاني، هو ليه الfluid اللي هنا ما جاش هنا؟ ده نتيجة إن الديسك نازل على السيت مع الrings اللي أنا حاططها هنا دي مانعاني إن أي leak يحصل من هنا لغاية هنا، أو حتى من هنا لغاية هنا. ده اختصار شديد يعني. طيب خلّينا كده نتكلم على الأنواع المختلفة بتاعة الgate valve. هو الgate valve ده في منه أنواع في منه أنواع كتير. خلّينا دلوقتي نتكلم على مجموعة من الأنواع دي. واحد من ضمن الأنواع اللي بتتصنف عليها الgate valve هو شكل الgate نفسه. البوابة نفسها أو الgate دي ليها أكتر من شكل. الشكل الأولاني زي ما إحنا شايفين هو عبارة عن زي قرص حديد كده. القرص الحديد ده لو هو جزء صغير فبيتقال عليه solid wedge. أنا ممكن أجيب جزئين، تمام، الجزئين دول يكونوا عبارة عن حتّة واحدة زي الشكل اللي هو موجود في النُص ده، وساعتها بيتقال عليه solid split. طب هو إيه الفرق بين الsolid wedge والsolid split؟ الsolid wedge هو عبارة عن حتّة واحدة، لأ، إنما الsolid split هم عبارة عن حتتين وفي زي مسافة كده ما بينهم. الفتحة اللي ما بينهم ديّة هل ليها لازمة؟ ليها لازمة، ده اللي إحنا هنتعرّف عليه. زي ما إحنا شايفين في حاجة كده لونها أزرق موجودة ما بينهم، هنعرف هو إيه لازمتها بالضبط. وفي حاجة تالتة اسمها الparallel disk. الparallel disk عبارة عن إيه؟ هي نفس الفكرة بالضبط في الsolid split، إن أنا جِبت جزئين solid wedge زي بعض كده، وابتديت إن أنا برضه إيه، زي ما تقول كده إيه، أدخّلهم في بعض، ألحمهم في بعض، بس طبعًا ما بيكونوش ملحومين في بعض، لأ، هم برضه بيكون في ما بينهم زي مسافة كده أو ساعات بيتحط ما بينهم سوستة. طب هو أنا ليه باحط سوستة؟ ده اللي إحنا هنتعرّف عليه دلوقتي. أول حاجة هنتكلم عليها هو الsolid split. طبعًا إحنا الsolid wedge ده اللي هو الشائع، اللي هو بيكون عبارة عن بوابة واحدة بتبدأ إنها تنزل تعزل الflow. طب لو أنا عاوز أعمل isolation أفضل، في حالة إن أنا شاكك إن الsingle solid wedge دي ممكن تعمل لي leakage، ففي الحالة دي بابدأ إن أنا أستخدم النوع التاني أو التالت. في الحالة ديّة لو في أي liquid بدأ إن هو يتسرب من هنا، ففرصة إن هو يتسرّب كمان من التانية دي هيكون أضعف. كذلك برضه هنا لإن الsolid split دي بتكون أعرض، زي ما إحنا قُلنا هي عبارة عن 2 solid wedge الاتنين في بعض، بس بيكونوا عبارة عن جزء واحد. إنما الbarrel disk لأ، هم مش جزء واحد، ده جزء وده جزء، وأنا ابتديت إن أنا إيه، أربّطهم في بعض. يعني زي ما إحنا شايفين كده في كسر هنا، الكسر ده مش كسر، لأ، هي ده عبارة عن جزء وده عبارة عن جزء، وأنا ابتديت إن أنا ألحم الاتنين في بعض. ألحمهم مش معناها إن أنا ألحمهم، لأ، هي معناها إن أنا ربطتهم في بعض عن طريق مسامير، طرق معيّنة وهكذا. يبقى الsolid wedge ده نوع شائع ومش هنتكلم عليه. أُمّال إحنا هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم على الsolid split. زي ما إحنا شايفين شكلها هي شكل الsolid wedge، ولكن زي ما إحنا قُلنا هي أكنها double منها. double منها وفي زي مسافة ما بينها كده. الfluid لمّا بيدخل هنا بيبدأ إن هو يعمل إيه؟ الfluid لمّا بيبدأ إن هو يدخل هنا، بيبدأ إن هو يزُق ال الsolid wedge دي كده، ويبدأ إن هو يزُق دي كده. فالزقة كده والزقة كده بتخلّي الديسك ده نفسه يبدأ إن هو يعني يمنع الfluid أكتر إن هو يعدّي. يعني ده option موجود في الsolid split نتيجة إن فيها الإمكانية إن الfluid لمّا بيعدّي جواه بيبدأ إن هو يزُقّها لبرّه، فلمّا يزُقّها لبرّه هيعمل seal أكتر، تمام؟ طيب ده الخلاصة بتاعة الموضوع. وطبعًا زي ما بيقول لك هنا هو بيُفضّل إن أنا أستخدمه في درجات الحرارة العالية وفي الضغوط العالية. طيب كذلك برضه الparallel disk أنا برضه باستخدمه نتيجة إن بيكون عندي حاجة اسمها separate disk، يعني ده جزء ماشي، ده جزء وده جزء تاني، الاتنين دول ملحومين في بعض أو مش ملحومين في بعض زي ما إحنا قُلنا، لأ، هم مربوطين في بعض، تمام. ساعات بيكون في ما بينهم مسامير أو زي سوست كده موجودة في الجزء الداخلي ده. طب ده بيعمل إيه؟ بيتحمّل درجات الحرارة العالية والضغوط العالية. طب خلّينا كده نشوف فيديو animation
ليه الموضوع ده بيتم ازاي، وهو اصلا يعني ازاي بيتم الفرق ما بينهم، يعني ايه الفرق ما بينهم هما الثلاثه. خلينا كده نتكلم على الفيديو الانيميشن ده. زي ما احنا شايفين كده ده باراليل ديسك. طب ده سبليت ولا لا؟ ده سبليت. زي ما احنا شايفين كده الجزء الاحمر والازرق هم عباره عن جزئين منفصلين، عشان كده هو ملون لك ده بالاحمر وده بالازرق. طيب زي ما احنا شايفين هم عباره عن اتنين ديسك مش ديسك واحد. ساعات بقى الفلويد بتبدا انها ايه، تبدا انها تتحشر هنا كده بضغط معين. طب هو الضغط ده بيعمل ايه؟ الضغط ده بيخلي الديسك اللي على الشمال عايز يروح شمال، وبيخلي الديسك اللي على اليمين بيقول له انا بزقك يمين. فمنطقيا ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان الديسك اللي موجود هنا ده عاوز يتحرك يمين، والديسك اللي موجود على الشمال عايز يتحرك شمال، نتيجه ان في فلويدز محبوسه هنا بضغط كبير. فده دايما هيخلي الديسك اللي على الشمال ماسك كويس قوي على السيت نفسه وعلى الرينجز اللي احنا قلنا عليها موجوده هنا، وده برضو كذلك، وده بيعمل سيل اكتر على الفلو. خلينا نكمل. ده الانترنال كومبوننتس، ودي الرينجز اللي احنا قلنا عليها الداخليه. زي ما احنا شايفين بيبدا ان هو يكون لك البادي بتاع البلف نفسه. ده الشكل بتاع الجيت نفسها. زي ما احنا شايفين الجيت هي مش جزء واحد، لا ده اكتر من جزء، الجزء ده وده وده وده. فهي عباره عن اكتر من جزء، ولكن هي بتتكون من بوابتين على الويدج اللي في النص او العمود اللي في النص ده. وده الستيم نفسه، والجزء اللي فوق ده البونت اللي جواه الستافنج بوكس اللي جواه الباكنج، وهكذا. زي ما احنا شايفين كده، يعني اعتقد الامور بقت اوضح.